السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير. وحشتوني كتير من الفيديو اللي فات، والنهاردة جاية لكم فيديو جديد. تعالوا بقى يلا نبتدي مع بعض الفيديو ونشوف كده هنعمل فيه ايه. ان شاء الله يكون فيديو خفيف على قلوبكم ويعجبكم بإذن الله. اول حاجة بقى كده جبت الكبة بتاعتي معاكم، وكان معايا بصلاية وسط كده. قطعتها وقرن فلفل، وكمان حطيت فصين توم. وابتديت بقى ان انا اضرب كل الكلام ده كده في بعضه، بس انا عايزه مخليش البصل ناعم قوي قوي ولا خشن قوي، يعني عايزه البصل يبقى كده ايه، مطحون كويس. فبدأت بقى ان انا اطحنه معاكم كده علشان نعمل مع بعض كفتة. فانا بحب اطحن للكفتة البصل كويس، وما صفيش منه المية بتاعته، يعني انا بحب اسيب المية بتاعت البصل زي ما هي. مش عارفة، بس بحس ان كده احسن، وبحس ان كده الكفتة بتكون جوسي اكتر. وبيبقى فيها سوائل كده وحلوة، فبحبها كده. جبت بقى معاكو اللحمة، كنت مطلعاها من بدري من الفريزر علشان تفك، وحطيت بقى معاكم كده البصلايه بقرن الفلفل بفصين الثوم. وابتديت بقى ان انا احط ملح وفلفل اسود وبابريكا مدخنه، وكمان بحط رشه من جوز الطيب. وعلى فكرة رشة جوز الطيب دي بتديها طعم حلو جدا جدا. والبسي بقى جوانتي في ايدك كده، او لو مش عايزة تلبسي عادي. وابتدي بقى اعجني اللحمة مع البصل والتوابل دي لحد ما تحسي ان كل حاجة فيها هما بقوا قطعة واحدة، بقوا حاجة واحدة كده يعني، اتعجنت. تحسي كده ان اللحمة طلعت زي انسجة كده، علشان الكفتة ما تفكش من بعضها. زي ما انتم شايفين بقى كده، جبت الجوانتي ده ولبسته. وابتديت بقى ان انا اعجن اللحمة كده كويس قوي. هفضل اعجن فيها زي ما انتم شايفين لحد ما يطلع لها انسجة، واحس ان هي خلاص بقت كتلة واحدة كده، هي والبصل. يا جماعة، محدش يجيب الجوانتيات اللي هي على شكل اكياس دي. وحشة قوي بجد، وحشة قوي قوي، ما بتثبتش في الايد اصلا. بتطلع على طول، ويعني مش عملية ابدا خالص. فمحدش يجيبها، حتى هتلاقوني دلوقتي حاولت ان انا اصبع الكفتة بيها معاكم. معرفتش، هقلعه دلوقتي بصراحة، ارميه وهبتدي اصبع بايدي عادي. انا بس كنت بلبسهم علشان الاكزيما اللي في ايدي، ببقى مش عايزة اي حاجة تكون حراقة، او اي حاجة تتعب لي ايديا من تاني، يعني لاني بدأت الحمد لله اعالجها يعني، وبدأت تبقى احسن، فما كنتش عايزة حاجة تتعبني تاني. لكن بصراحة هم صعبين جدا ومش عمليين بالمرة يعني. فلو حد استخدم جوانتيات كده للمطبخ حلوين يقولي عليهم. بس بقى هصبع معاكم كده الكفتة، يعني ولا تبقى تخينة قوي ولا رفيعة قوي. انا بحبها وسط كده حلوة. وعلى فكرة انا نسيت كمان احط فيها معلقة بيكنج باودر. البيكنج باودر بيخليها برضو تبقى هشة كده وحلوة، ولما تنزل السوائل بتاعتها ما ترفعش قوي يعني وتنشف وكده، لا بتبقى حلوة قوي. فزي ما انتم شايفين كده، انا بحب اعمل الكفتة زي ما قلت لكم، ولا هي رفيعة ولا هي تخينة، تبقى حلوة كده اللي هي في السوا، ما تنشفش مني يعني. بس كده انا بقى يعني مؤخرا بقيت بعمل الكفتة دايما في الجريل، مش بدخلها الفرن خالص. بقيت باحس ان هي في الجريل كده بتبقى جوسي اكتر وطرية اكتر. لكن بصراحة لما بدخلها الفرن مش عارفة، يا اما بنساها فبتنشف، يا اما هي بقى اصلا بتطلع ناشفة مثلا. فبقيت باحب أوي إن أنا أعملها في الجريل كده، ولمّا أخلّص أحط لها فحماية، وباحس بقى إن الفحمة دي بتخلّيني كأني جايباها من برّه بالضبط، بتكون طعمها تحفة يا جماعة. جرّبوها بالطريقة دي بجد هتعجبكم أوي، وبيكون بتكون جوسي كده وطرية وطعمها زي الفل. هنا بقى خلصتها وجبت كيس كده من الأكياس اللي هي بغطي بيها الأطباق دي عشان أدخّلها التلاجة شوية. أنا كنت لسه يعني لسه بدري شوية على بال ما أعملها. كنت عايزة أعملها وأحمد خلاص مقرّب خالص إنه ييجي، علشان تبقى سخنة كده وما ارجعش أسخّنها تاني فاحس إن هي نشفت يعني. جبت بقى كده بولة أعمل معاكم سلطة طحينة. نزلت كده بمعلقتين طحينة كبار، وهابتدي أحط معاكم خل وألفّها بالخل الأول.
أول ما تبتدي إن هي تبقى كتلة واحدة كده هابتدي أرجع أفكها تاني بالمية، بس باحط المية بتاعتي بالتدريج يعني علشان أوصل للقوام اللي أنا عايزاه. ممكن لو حطينا المية كلها مرة واحدة من الأول تبقى خفيفة جدا وما يبقاش ده القوام اللي أنا عايزاه، فاهمين قصدي؟ المهم بقى طمنوني كده عليكم، انتوا عاملين ايه واخباركم ايه؟ يا رب تكونوا كده كلكم بألف خير، ونكون كلنا يا رب في خير ربنا وبصحة وبعافية وبراحة بال يا رب. فالجو بصراحة صعب قوي. برضو من امبارح الجو غريب، انا عندي الشبابيك حرفيا بتخبط كده، عندي الشبابيك كلها ألموتيل، فالشبابيك فيها تخبيطة غريبة كده، فاهمين قصدي؟ فالحمد لله يا رب كده ربنا يحفظنا. آه، انا نفسي بس الجو بصراحة يمطر، لان الدنيا لو شتت الهوا ده والسقعة دي هتهدى شوية، بس للأسف هي بتنقط تنقيطات بسيطة كده وبعد كده خلاص يبقى الجو ساقع والجو ما يشتيش خالص. فان شاء الله بقى تشتي علشان الجو كده يهدى شوية. بس كده زي ما انتم شايفين بقى حطيت عليها كمون وملح وشعرة كده من الشطة، وابتديت بقى ان انا اظبط القوام بتاعها وحطيت عليها ليمونية. زي ما انتم شايفين كده بقى انا بحب اعملها القوام ده واحطها في التلاجة شوية، القوام بتاعها بيتقل. الطحينة الحلوة تعرفيها لما تعمليها وتبقى خفيفة شوية، واول ما تسيبيها القوام بتاعها يرجع يتقل من تاني. بس كده رشيت بقى على وشها شعرة شطة كده، ورحت حطيتها في التلاجة لحد ما نيجي ناكل. جبت بقى معاكم حلة صغيرة هنزل فيها بحبة زيت، هنزل معاكم بقى بقرفة وحبهان، وهنزل معاكم كمان بليمون مجفف اللي هو اللومي، ونزلت معاكم بواحدة مرقة دجاج. يعني دي افتكاسة كده مني، مش عايزين تحطوها ما تحطوهاش، مش هتفرق كتير. حطيت معاكم كاري وكركم وملح، وهسيب بقى البهارات دي كده تتكتك هي والزيت كده مع بعض. واول ما البهارات دي الريحة بتاعتها تطلع هنزل معاكم برز بسمتي، انا كنت غسلاه ونقعاه، فعلشان كده مش بحطله المعيار كتير يعني. بس كده البهارات هنا بقى كانت ريحتها طلعت وكانت ريحتها بقت تحفة بجد يا جماعة. فنزلت بقى معاكم كده بالرز، هشوحه شوية في البهارات واغلفه كله بالبهارات دي. مش عاجبني قوي فقلت بقى احط شوية كركم كمان، وانا من الناس اللي مش بحب ابدا اكتر الكركم في الاكل لان بحس ان هو بيمرر، فبحب احطه كده بحساب قوي. فحطيت بقى كده شوية صغيرين علشان بس اظبط اللون، وحطيت بقى معيار الرز بتاعي. كانت هنا الكاميرا مقفولة بس دي كانت كوباية رز، انا علشان كنت نقعاه كنت حاطة كوباية وربع كده مية، ما حطيتش اكتر من كده، واستوى وبقى زي الفل وطلع مفلفل وكان طعمه تحفة اصلا. في الوقت ده كده وقت ما تشرب كانت ريحته جبارة، كانت بجد قلب البيت، فبيبقى تحفة يا جماعة. في العموم الرز البسمتي مع اي مشاوي بيبقى حلو قوي. قلت بقى على بال ما الرز كده يستوي اجيب بقى معاكو كيس فراولة من اللي انا لسه مفرزاه معاكو من يومين، واعمل عصير فراولة كده باللبن. انا بحب قوي قوي عصير الفراولة باللبن. انا في العموم فراولة موز جوافة يعني بحبهم باللبن قوي، ما بعرفش اشرب الفراولة حمرا كده، مش بعرف اشربها كده ابدا. يعني كانت ماما وبابا معلمينا من صغرنا ومعودينا ان احنا العصاير دي بتتشرب باللبن وكده، فاحنا بنحبها كده بصراحة. فبتبقى خطيرة كده، وبحس برضو ان هي فيها فايدة، يعني باخد فايدة الفاكهة نفسها وباخد فايدة اللبن كمان. فمتهيألي ان لو حد من ولادكم ما بيشربش اللبن او مش بيحبه، ممكن تعودوهم يعني من صغرهم ان انتوا بتحطوا لهم اللبن في عصاير. بيدخل طبعا اللبن في الكيك، بتحاولوا ان تحطوه مثلا في رز بلبن في اي اكلة.
فيتعودوا إن هُم يعني ياخدوا الفايدة بتاعته، ده لو عندكم طفل مش بيشربه سادة كده، بس طبعًا هو الأحسن بكتير إن اللبن يتشرب سادة كده بيبقى أحلى بكتير. هنا بقى الرز كان خلاص كده يعني على وشك إن هو يستوي، كان 5 دقايق بالكتير أوي، وكنت هاطفي عليه ومفلفل بقى زي ما أنتم شايفينه، ولونه كده تحفة يا جماعة والله العظيم. هنا بقى كنت خلاص كده هابتدي إن أنا أسوي الكفتة بتاعتي، جبت جريل حطيت فيها معلقة زيت كبيرة ودهنتها كده، وهاسيب بقى الجريلة دي تسخن كويس وهابتدي أنزل بالكفتة بتاعتي. بس كده بدأت بقى إن أنا أرصص الكفتة كده جنب بعض، ويا جماعة أنا مش باقلّب الكفتة إلا لمّا تبتدي إن هي تاخد لون، يعني هي أخدت لون من تحت خلاص، وحسيتها إن هي مسكت شوية كده في بعض، بابتدي بقى إن أنا أقلّبها زي ما أنتم شايفين كده. قُلت بقى رُز بسمتي يعني سلطة دقوس، بصراحة يا جماعة أنا بقيت باعشق الرُز البسمتي من أول ما عملت السلطة دي، بتبقى خطيرة، هي أصلًا سلطة خليجي تقريبًا يعني في السعودية وكده، بيعملوها مع المندي وبيعملوها دايمًا مع الرز البسمتي والحاجات دي، ف السلطة دي تحفة يا جماعة، اعملوها مع الرز البسمتي هتخلّصوه لحد آخر حباية فيه. أنا حطيت هنا 3 حبات طماطم صغيرين، وحزمة من الكزبرة الخضرا، وكمان قرن فلفل سلطة الدقوس بتبقى أصلًا حراقة، هي طبيعتها كده، وهاحط بقى معاكم حوالي فصين توم، شعرة صغيرة أوي من الكزبرة الناشفة، وشعرة صغيرة من الشطة، وكمان هاحط شوية خل صغيرين كده، وهابتدي بقى إن أنا أمكِّس كل ده في بعضه، وبتطلع أحلى سلطة دقوس ممكن تاكلوها في حياتكم، بتبقى خطيرة. بس كده زي ما أنتم شايفين ده لونها. هي سلطة الدقوس كمان بتبقى أحسن حاجة فيها إن الخضرة تكون أكتر من الطماطم، أنا عن نفسي باحبها كده، باحب أحس إن الكزبرة الطعم بتاعها باين فيها، بتبقى طعمها خطير كده، وبتبقى ميكس تحفة مع الرز البسمتي. يعني مثلًا جربوا كده تاخدوا معلقة من سلطة الدقوس تحطوها على الرز البسمتي، وتحطوا كده حتة بقى من المشاوي اللي أنتم عملتوها كده، تحسوا إن في ميكس رهيب أنتم بتاكلوه. بس كده جبت بقى البولة دي وهابتدي إن أنا أحط فيها كده سلطة الدقوس اللي أنا عملتها، عصرت عليها ليمونة، ما اكتفيتش بالخل بصراحة، باحس إن الليمونة بتديها طعم تاني خالص، فعصرت عليها ليمونة كده قلبتها بقى كده ودُقت هنا طعمها برضه، علشان أشوف هي محتاجة ملح، محتاجة بهارات تاني، لقيتها مضبوطة. بس كده هاسيبها بقى واحطها في التلاجة شوية برضه على بال ما اخلص باقي الأكل. هنا كانت الكفتة خلاص استوت، فجبت ورقة زبدة كده بليتها مَيّة، وحطيت فحماية وهانزل بقى عليها بمعلقة زيت صغيرة. أول بقى ما الفحمة تبخّر بالطريقة دي، أنا باكتم عليها بالغطا، أنا كنت سمعت إن الحركة دي غلط يا جماعة، فلو حد عنده معلومة يا ريت حد يقول لي. وبس كده ده كان شكل الأكل بتاعي، وده كان الفيديو بتاعي، يا رب يكون عجبكم، يا رب يكون خفيف على قلوبكم، مستنية تشجيعكم أيوه أنا هاستنى تشجيعكم بجد، علشان أنتم برضه مقصّرين معايا أوي، يا ريت تحطّي لي لايك وتشجعيني. وهنا بقى كنا خلّصنا غدا، وقُلت أحط كده كوبايتين عصير معاكم. وبس كده كان يومي خلص، أشوفكم إن شاء الله في فيديو جديد على ألف خير، مع ألف سلامة.